الأخطاء الشائعة في النطق إن حد يقولك على الكلمة دي قول ورايا اسمها present ما اسمهاش present. طبعا اللي بيحصل ده غلط. أنا أقول لكم إزاي. الكلمة ممكن تختلف من أو النطق بتاعها من وهي اسم أو هي صفة أو هي فعل أو كده. هي نفس الكلمة بس ليها نطق مختلف. يلا كده نشوف مع بعض. خلينا نشوف الكلمة الأولى دي. لو حطينا الستريس هنا يعني ضغطنا على الكلمة وقلنا present دي ممكن تكون adjective يعني صفة معناها الحاضر، وطبعا العكس بتاعها هتبقى absent يعني غائب. تمام. ممكن برضو كلمة present تبقى noun يعني تبقى اسم معناها gift أو معناها هدية. تمام. ده كده لو ضغطنا على الحرف الأولاني وقلنا P present. لكن لو في حالة الفعل هيبقى ليها نطق مختلف تماما. يلا نشوف مع بعض. في حالة الفعل هنقول pre عادي جدا، وهنيجي نحط stress هتبقى على الساوند اللي هو z. present ده verb يعني فعل بمعنى يقدم، زي مثلا الverb give يعني يعطي أو يقدم. تمام. يبقى لو قلتها present صح، لو قلتها present صح. يبقى الفرق كله بين اسم وبين فعل. في حالة الادجكتيف أو في حالة النون هنقول present يعني هدية أو يعني الحاضر، ولكن لما نقول present دي معناها يقدم أو معناها يعطي، زي كلمة give. ما تخليش حد يضحك عليك وخليك دايما مركز. مع إنجليزي مصري هنصحح النطق المصري.